بصوا بقى، بصوا بقى في السكر. دي بقى زلابية جدتي وامي. حبايب قلب ام امل، هنعمل ايه بقى؟ نفسي جابتني اكل زلابيه زي بتاعت امي زمان اللي كانت بتعملها، وجدتي مش ام عسل والكلام ده، لا هنعملها زلابيه بسكر. عملت ايه؟ كنت جايبه الاول حبه ملح اهي، تمام، وحطيت كوبايه ميه واحط كوبايه تاني. انا ما بعايرش دي ولا بعاير حاجه، تمام. وهنا كده هحط الدقيق، استنى بس اوسع ايه. حط شويه دقيق، هنعمل بتاع نص كيلو دقيق كده عشان عيال بنتي احفادي هياكلوا معايا، لازم اكلهم الحاجات اللي احنا ايه كنا بناكلها، تمام. وجبت كيس خميره فوري، انا ما دوبتش في ميه، احنا ما كناش بندوبها في ميه، احنا كمان كده كده الجو حر اصلا. ميه وسكر والكلام ده لا، انا بعمل لكم بقى بالبلدي بتاعي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل ايه بقى؟ تيتا عايزين زلابيه يا تيتا زي اللي كنت بتوريها لنا يا تيتا. ما هنعمل زلابيه، حاضر. طبعا كل ما تتعجن كويس كل ما هتديني سمك كويس. فكرة يا جماعه الكاميرا كانت بايظه، معلش بقى من البخار وانا بعمل اكل. بصوا بقى، عايزاكم بقى تقروا الفاتحه لجدتي. بصوا بصوا، انا بروح عامله كده، وعلى فكره انا بقطعها بايدي وهوريكم بقطعها ازاي، لا بكيس ولا الكلام ده، لا ده بالصعيدي. العجينه بصوا يا جماعه، العجينه لازم تبقى ايه متماسكه شويه عشان ما تتفردش منكم في الزيت، تمام. كده بقى هنسيبها تخمر، اخدت لها ربع ساعه، اخدت لها 10 دقايق زي ما تاخد. اول ما تخمر بصوا هي كده تحت نص الطبق. حبايب قلبي عملت، حطيت زيت وخليته غزير شويه عشان نبدا نحمر الزلابيه بتاعتنا. وهنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا هنا عايزاها صغننه عايزاها كبيره زي ما تعوزيها. انا كنت حاطه الاول واحده لوحديها عشان اشوف الزيت سخن ولا لا. بصوا طريقه جدتي وجدتك وامي وامك مفيش بعدها تاني. على فكره هي بتتعمل بسكر بتبقى اخف من ام عسل. انا عن نفسي اكل في ام سكر ما اكلش في ام عسل كتير. بصوا هنا كده انا سايباها بس ايه تحمر وبعدين اطلعها. هنا كده خلصت الزلابيه زبادي ايه، هنا خلصت الزلابيه بتاعتي، واطلع احط لكم سكر واكل العيال. طبعا انا الدنيا حر وطالعه من المطبخ ومش لابسه، فانا مش هظهر اكلمكم بس بصوتي. بصوا بقى، بصوا بقى في السكر. دي بقى زلابيه جدتي وامي، اللي يشوفها يرى الفاتحه للمرحومه جدتي. دي سكر بودره بس انا بحبها بطبيعتها اللي كنا بناكلها بها زمان. يلا وشير ولايك ودعوه حلوه لحبيبتكم ام امل.